لي زوتوريتي الله يخليكم شوفوا بحالنا حنا تاع باطمه الطليان، حنا كاين المقصيين وكاين الوليدات اللي في الركور. شوف وليدي حنا اللي عندنا سكانينا كي دات دوبوي 1984 كاين اللي 88 وشرينا وعندنا الكونترا دو لوكاسيون، عندنا لا بريزافيكتاسيون ونزو في على بورت. الله يهديكم شوفوا بحالنا. وكاين حتى الوليدات اللي كاين المراه اللي راهي مسكينه عندها وليدات يتامى، قسما بالله سيد الرئيس ولا راك تشوف فيا ولا لي سون دور بها بوليداتها هي بروحها يليق لها راه عنايه. وكاين الوليدات تاوعنا ولاد الطليان اللي يسكنوا معانا دي جون كي سون بغاو مساكن يديروا حياتهم يديروا السكانين لوحدهم، كاين البنات كاين الولاد. السلام عليكم. حنا سكان عماره الطليان سابقا 500 مسكن بوهران. حنا باين نوصلوا ميساج لرئيس تبون رئيس الجمهوريه، شفنا كاع البيبان الوالي وشاف دايره وما لقيناش اذان صاغيه. هذا الميساج للرئيس تبون. كاين عندنا حالتين، عندنا المقصيين وعندنا اصحاب الطاعون. رئيس تبون انت لما كنت وزير السكن وعدتنا وامرت بتحويل الحي ماشي بترحيله. تحويل يعني كيما رانا تعاود ترحلنا ترسلنا الى حي اخر. حنا صبنا روحنا في الشارع، رانا اكثر من 70 عائله ما استفدناش، وكاين اكثر من 90 ساكن شاغر. حنا نطلبوا فيك يا رئيس باش تدخل نتايا باسكو الامر فات نطاق الجميع. قال لك حنا ما عندنا حتى ايادي وما عندنا حتى تدخلات. العام رانا بلا ديار باسكو عندنا الضيق. اختي مام اختي كانت من الوالو ما جاتش، راهي لحد الان ما جاتش. المهم سمكي يوسعوا لينا. تتكون من 9 ابقار في مسكن يكون من 4 غرف. رانا في حاله ضيق، راني طالبه سكن اجتماعي، سكن اجتماعي للولد والبنت. عندي ولد قاصر حاله خاصه معوق، وعندي بنت متزوجه من 3 اطفال تسكن معايا. رانا 9 ابقار. يا سيدي الرئيس شوفوا لنا الوضعيه تاع الليل وفي النهار، نول يكتب علينا تاع المسجد. رانا في 5 سنين ونحن نجري قاعدين برا في التروتوارات، نباتوا برا. ونهار التالي شوف غير ساعه انا نهضر على نفس، راني عندي 4 اخرين مازالوا في الدار. لا هذاك عطاو يا نحن نحوس على الربعه اللي قعدوا ليا ما استقبلوا ندربوا لهم فقط كاع. علاه ما فهمت علاه. في الشارع به بولاده، وكاين شبان كانوا طامعين يدوا سكاني باش يسكنوا هما ونساهم دي نوفو ماريي، وكاين شبان اللي كانوا تاكلين يسكنوا ويتزوجوا في لافا ما سكنوش، رومبلاساوهم بناس واحد اخرين اترونجي جايين خارج الحي تاع باطمه الطليان. هذه هي اللي في البدايه قلت كاين تلاعبات وما عرفناش. وانت سيد الرئيس والجماعه تاعك في المستوى باش ديروا تحقيقات وتسلكوا بأحد الامه، لانهم هذا حقهم راهم يطلبوا عليه.